الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حقيقة أنا لم أزور كلاما ولا أدري، لكن أتكلم عن موضوع قد شاع في هذه الفترة، والموضوع هو لمن نعيش، أو بعبارة أوضح وأوسع، لمن يعيش المسلم السلفي في هذا الوقت؟ هل يعيش لنفسه أم يعيش لأمته ولدعوته ولقومه وللإسلام؟ حقيقة نفتقر لهذه النقطة، لأننا نرى أن الإنسان اليوم إذا تكلم في الدعوة السلفية أو تكلم في الإسلام أو تكلم في أيا كان من هذه الأمور، تراه يعني لا يصدر منه شيئا ولا يغضب لكن إذا تكلم فيه أصبحت المسألة شخصية، وأنزل المقالات والردود ولربما ألف الكتب في الدفاع عن نفسه. تعالوا فلنرى الله عز وجل ماذا ذكر لنا في القرآن وما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لموقفين اثنين، لنملة ذكرت في القرآن وكيف عاشت هذه النملة ولمن عاشت، ونملة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عاشت وكيف أضرت بقومها. الأولى النملة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الشعراء، قال عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وهذا من فضل الله عز وجل على هذا النبي الكريم، أي أن سخر له هذه الآلاف المؤلفة من الكائنات، من الجن والإنس والطير، فكانوا يوزعون مقسمين مرتبين أمامه، صفوف مرتبة إذا أراد أن يذهب إلى مكان أو ينصرف إلى دولة أو إلى بلد. يوم من الأيام خرج هذا النبي الكريم بهذا الترتيب معه هذه الكائنات، وجاءوا كما قال الله عز وجل حتى أتوا على وادي النمل. قال على، وهذه في اللغة كأنما يريد الله عز وجل أن يرينا ويسمعنا أنهم أتوا من مكان مرتفع، فلهذا هذه حرف العلى تفيد هذا الشيء. على وادي النمل، جاءوا على واد، هذا الوادي فيه نمل. النملة التي ذكرها الله عز وجل الحكيمة الرشيدة، التي ما عاشت لنفسها ولا لذاتها ولا لأنانيتها، إنما عاشت لقومها ولأمتها، لما رأت الجيش بهذا العدد والعدة ماذا فعلت؟ بدأت بالنصيحة، وهذا الذي نحن نفتقر إليه في هذا اليوم، أنه النصيحة قليلة من عندنا لقومنا أو إخواننا أو أمتنا أو حتى الدعوة السلفية. ماذا قالت؟ انظروا واسمعوا. قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أولا نادت، انظروا إلى البلاغة في القرآن، قالت يا، ونبهت بأيها، ونسبت نفسها للنمل، قالت يا أيها النمل ادخلوا، وأمرت مساكنكم، نصحت ورشدت، لا يحطمنكم، أكدت وأرشدتهم بالنون المؤكدة، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ونبهتهم لمكان الخطر، ثم قالت أعذرت وهم لا يشعرون. هل موجود هذا في الشاب السلفي اليوم؟ هل يريد الخير اليوم كما أرادت هذه النملة الحكيمة الرشيدة الخير لأمتها بهذه الدعوات الطيبات؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولهذا فتبسم ضاحكا من قولها. ينبغي حقيقة على المسلم الشاب اليوم السلفي الذي يحب دعوته وأمته ويحب الإسلام وانتشار الإسلام كما تحب هذه النملة الخير لقومها، أن يكون مثل هذه النملة. نعجز أحيانا أن نكون مثل هذه النملة حقيقة، ولا يلتفت للدعايات والأعلام المزيفة اليوم وقلب الحقائق الموجود اليوم، لا يلتفت، لأن هذا موجود حتى في القدم، يسير في طريقه ولا يلتفت إلى القيل والقال، هو يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. ماذا قال فرعون لموسى عندما أرسله الله عز وجل؟ أرسل موسى لفرعون
قال انظروا إلى قلب الحقائق، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. الآن هو يعيره، نحن ربيناك وأكلت من طعامنا وشربت من مائنا وفعلت فعلتك التي فعلت. ماذا فعل؟ القتل. الآن من قتل أكثر؟ انظروا إلى قلب الحقائق، هل فرعون قتل أكثر أم موسى قتل أكثر؟ فرعون كان يقتل بين عام وعام، في البداية كان يقتل الذكور كل عام، ثم لما قيل له أنه لم يبقى لنا خدم من بني إسرائيل قام يقتل بين عام وعام. وموسى قتل شخص بالخطأ فقط، قال وفعلت فعلتك التي فعلت، يريد إعلام مزيف، قلب للحقائق. اليوم موجود هذا الشيء، اليوم يطعنون في الدعوة السلفية الملحدون يطعنون، العلمانيون، الأحزاب سواء الإسلامية وغير الإسلامية يطعنون، وهم عندهم الطوام، لا يذكرون هذه الطوام، لكن لأمور أخطاء فردية تقع من بعض الذين ينتسبون لهذه الدعوة المباركة يبدأون ويطعنون بهذه. ماذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام؟ هل قال له أنت فعلت وأنت فعلت وأنت؟ لا تلتفتوا لهؤلاء الذين عندهم القيل والقال، لا تلتفتوا لهم. قال فعلتها، اعترف بالخطأ الذي عندك. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، أنا كنت مخطئ، قتلت وكنت مخطئ، لكن لا تنسب خطأي للدعوة السلفية، لا تنسب خطأي للإسلام. كذلك نقول أنا أخطأت في المسألة الفلانية وذكرت في المقال الفلاني وتكلمت في المكان الفلاني، لكن لا تنسب هذا للإسلام، لا تنسبه للدعوة السلفية، انسب الخطأ لي. قال له وتلك فيما بعد، قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. تعال يقول له موسى أنت بهذه الأمور تمن علي ما فعلت وتعبد بني إسرائيل لك، كذلك نستطيع أن نتكلم فيكم، نستطيع أن نبين الزيف الذي عندكم، نستطيع. يجب أن يكون المسلم الشاب السلفي عنده موقف كهذه المواقف التي ذكرها الله عز وجل، لا كموقف النملة الثانية والتي أريد أن أذكرها. النملة الأولى عرفتوها وكيف نصحت ورشدت وبينت وأكدت لقومها. النملة الثانية المتهورة ماذا فعلت؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء جلس تحت شجرة فقرصته نملة، فقام وأمر بجهازه حتى أخرج، ثم أمر بالقرية فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه قال أن قرصتك نملة فأحرقت أمة من الأمم تسبح. الآن بماذا عادت هذه النملة على قومها؟ بالويل والنيران والثبور. أهلكت إيش؟ أهلكت هذه الأمة بتصرف وتهور. كذلك نقول للشباب السلفي اليوم لا تتهوروا، للمسلم نقول لا تتهوروا، لأن هذا التهور وهذا الطيش يعود بالويلات على الدعوة السلفية، ما يعود عليك فقط، يعود بالويلات على الدعوة السلفية. لا تفكر في نفسك فقط، لأن كثير من الناس ينظر إليك يقول صاحب لحية، صاحب دشداشة، صاحب، فيقول يسيء إلى الدعوة السلفية بسببك أنت. لا تتهور، لأنك سوف تسأل أمام الله عز وجل يوم القيامة. ولهذا نقول في هذا الزمن، زمن الفتنة، زمن أنه تحمل الكلام الحق ما لا يحمل، فكيف الكلام الذي يحمل معنيين؟ نقول امسك عليك لسانك، قل بالحق وامسك عليك لسانك ولا تخض مع الخائضين. هؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم على الكلمة التي تخرج من فيك لا تلقي لها بال تهوي بك في النار 70 خريفا. يا إخوان، بعض الناس نعرفهم قد نكون قد عاصرناهم في الدنيا، ماتوا منذ 30 سنة، خصوصا الكبار يعرفون أناس قد ماتوا منذ 30 سنة، لربما يتقلب الآن ويسقط هاويا إلى نار جهنم وله بعد 30 أو 40 سنة حتى يصل إلى قعر جهنم. لما؟ قال كلمة واحدة، وهذا نصدقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبر به، لأنه قال كلمة واحدة من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا. وبعض الناس يترحم عليه. المسألة خطيرة، الأمر خطير جدا. اليوم الناس يا أخوان يتكلمون في الدين وفي الدعوة ويتكلمون عن العلماء ويطعنون في العلماء،
ثم إذا جلست معه يذكر لك التقوى ويذكر لك الإخلاص ويذكر لك العبادة ويذكر لك. أنت تتكلم في كلام خطير جدا. هذا الكلام لربما يسخط الله عز وجل عليك سخط لا يرضى بعده عليك أبدا. المسألة خطيرة جدا. فلهذا يا أحبتي نصيحة لي ولكم أنه علينا بمسك هذا اللسان. عمر رضي الله عن عمر دخل على أبي بكر فوجده وحده مختليا قد أخذ بلسانه ويجره إليه وقال هذا الذي أوردني الموارد. أيقول هذا الكلام أبو بكر صديق الأمة؟ ما عرفت البشرية بعد الأنبياء رجل أفضل من أبي بكر. يقول هذا الذي أوردني الموارد، يعني هذا الذي يكاد أن يهلكني. طيب الذين دون أبو بكر أمثالنا ماذا نقول؟ علينا بأن نمسك هذا اللسان حقيقة، لأن كثرة الكلام هذا نندم عليه. إن لم تكن في الدنيا الندامة كانت يوم القيامة. ولهذا يجب أن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الله عز وجل قبله في القرآن ما ذكرها هكذا اعتباطا ولا جدلا، إنما ذكرها لحكمة يريد الله عز وجل. ما ذكر لنا قصة نملة وجيش قد جاء إلا لنتعظ من موقف هذه النملة، وما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذه النملة التي أحرقها هذا النبي إلا كذلك لنتعظ لأن تعود هذه النملة على أمتها بالويلات. فكذلك يجب أن لا نتهور، لا نتسرع. يا أخي لا تتسرع، اسكت. ما وجد مثل الصمت نعمة للإنسان أبدا، ما تندم. ولهذا قال أحد السلف، وأختم بهذا، قال ما ندمت على الصمت أبدا وندمت على الكلام مرات. تندم على الكلام، يعني تقول تتكلم، يعني أنت بشر، يسقط من لسانك بعض الكلام الذي ما ترضاه، فتندم تقول يا ليتني لم أتكلم بهذا الكلام. لكن إن صمت تقول والله لو كنت صامتا طيل هذه الفترة لنجوت. ولهذا الإنسان يقول الحق. نقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. نقول خيرا بالبداية، لا تصمت، سبح، اذكر الله عز وجل، لا تبقى صامت، ادعو إلى الله عز وجل، اشرح آية، فسر آية، اشرح حديث، دل الناس على الخير. لكن بعد ذلك في مسائل القيل والقال، في مسائل الغيبة والنميمة والكذب اصمت، لا تتكلم، بل وابتعد عن هؤلاء. فبهذا النجاة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك